مبروك يا باشا. تسلم. وبقيت فلوس الساعه فين؟ ولا ناوي تضرب عليها؟ اضرب ايه؟ انا عليا 1500 جنيه كمان؟ الله، الساعه ما جابتش غير 18 ونص، دي كانت منحسه بشكل في بيعها. طب والعمل؟ انت صدقت ولا ايه؟ الساعه جابت 25، اديت للراجل 20 والباقي قطعت لك بيه التذكره دي. وادي يا عم 200 دولار كمان. والله يا سيد انا مش هفعل معاك ايه. انت اخويا يا سيد. ادعي لي، ادعي لي يوقف لي ولاد الحلال في سكتي، لحسن بقوا قليلين قوي 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 اليومين دول يا باشا. أشرف باشا، أنا سيد. باسم ابن أخو سالم الجرحي بيحاول الهروب من مطار الغردقة دلوقتي يا فندم بجواز سفر مضروب. الحمد لله على السلامة يا باشا. سلامة ايه بس في المصيبة اللي احنا فيها دي؟ ايه اللي عمله حسونة ده؟ اتجنن ولا ايه؟ الحب سعادتك. حب ايه؟ دي مراهقة متأخرة 20 سنة. المهم خلينا احنا في شغلنا، ايه أخبار الشغل؟ كله تمام يا باشا. وباسم؟ إن شاء الله هتسمع أخبار كويسة قريب. على الله. ألف شكر يا سيد. يا فندم لا شكر على واجب سعادتك. أنا عايزك تفضل عينيك مفتحة كده على طول. سرعة التصرف في موضوع باسم ده خليتنا نمسكه قبل ما يطير على بره. أنا موتي وسم المشي الشمال. ربنا يغنينا بالحلال يا رب. تأمرني بحاجة تانية سعادتك؟ هو مستعجل ليه يا سيد؟ ما أنا مش عايز حد يلاحظ غيابي هناك بقى، سعادتك عارف. تمام يا أبو السيد. توصل بالسلامة وخلي بالك من نفسك. كله على الله سعادتك، كله على الله. اتفضل يا سيد. مع السلامة. مع السلامة. ولا على السلامة يا باشا، معلش. في يا عم حسونا احنا هنفضل مرنخين هنا؟ مش كفايه عطله بقى ونروح نشوف اكل عيشنا؟ يعني اسافر واسيب لها العربيه والدهب؟ انت المفروض تحمد ربنا ان الست دي عافت عنك وما بلغتش البوليس باللي حصل ده. نبعد احنا بقى عن القلق ده كله ونروح شوف مصلحتنا. الله، واذا كان على الدهب والعربيه بتاعتك انا اكلم سالم بيه يحاول يجيبهم لك منها. يحاول؟ امال يعني ياخدهم غصب عنها يا حسونا؟ اكيد سالم بيه ليه طريقه يرجع بيها الحاجه دي منها، واذا ما رجعهالكش يا عم احاسبك انا على تمنها. في حاجه تاني؟ وانت تدفع انت ليه؟ سالم يجيبهم من حباب عينيها. يعني احنا نقعد بقى نستنى سالم ونسيب مالنا وحالنا ومحتالنا ونقعد جنب العربيه وحتتين الصيغه؟ ماشي، اما نشوف اخرتها. طب يلا بقى احلق دقنك دي ونتوكل على الله قبل ما الدنيا تضلم علينا والنهايه تقلب اند علينا في الطريق. وانت ليه بقى بتدافعي يا عمها؟ ايش عرفك يعني انها ما اديتوش ريق وشجعته لحد ما اتعلق بيها، وبعد ما وقعته قالت له خلاص باي باي ما عطلكش اشوف غيرك. وايه اللي هيخلي واحده إليجنت زي ما تتعامل بالطريقه البيئه دي؟ انت يا حبيبتي اللي واخده فيها مقلب. اللي زي دي تلعب بالبيضه والحجر، وليه يبقى كل شغلها جلا جلا ما استبعدش عليها تعمل اي حاجه. وليه ما يكونش انكل حسونه هو اللي حاول يشغلها ولما رفضت اتضايق وعمل اللي عمله؟ وهو يعمل كده ليه اصلا؟ يعني ده راجل متجوز وعنده اولاد. وانتي ما تعرفيش ان الراجل لما بيكبر في السن عقله بيصغر؟ لا وانت صادقه، الراجل لما بيكبر بيدور على اللي ترجعه يصغر، والاموره بتاعتك دي ضربه ال40 وحته، يعني هي بالنسبه لحسونه ماما. فهمتي يا روح ماما؟ ما قلتليش صحيح، سالي عامله معاكي ايه في الشغل؟ طلعت شاطره وكده ولا ايه؟ وعينتها لك كمان. ميرسي يا حبيبتي. ايه يا روحي انت هتمشي؟ مش تستريح شويه من السفر وبعدين تاكل؟ انا اكلت على اليخت، عايز الحق مواعيدي. باي. باي يا حبيبي، خلي بالك على نفسك. وادي يا عم هشش بيش يا عم، تعالى يا عم. ايه ده يا عم؟ ما كانش شيش بيش، ايه ده؟ ايه ده؟ الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك. كل اللي سعادتك أمرت بيه تم يا باشا. ايه اللي انا امرت بيه؟ باسم باشا. ماله باسم؟ ومش سعادتك أمرته إنه يختفي؟ مين قال الكلام ده؟ سليمان بيه. هو سليمان كلفك بالمهمة دي؟ أيوه سعادتك.
وانت عملت ايه؟ زي ما سعادتك امرت بالظبط يا باشا. باسم بيه اختفى. ايه؟ مات؟ حاجه شبه كده. اتمسك في المطار بجواز سفر مضروب وهو بيحاول يهرب. جواز سفر مضروب؟ حد ابن حرام يا باشا نصحه يهرب من المطار بجواز سفر مضروب عشان الاحكام اللي عليه. قام حد ابن حلال راح مبلغ عنه. لا جدع يا ابن الحلال. مش عايزين ننسى برضه يا باشا فضل ابن الحرام. هنفتكره برضه. امرني سعادتك. ربنا يقدرنا على فعل الخير يا رب. ما قلتليش يعني انك انت هتكلف سيد بموضوع باسم اللي كلفتك بيه. ده كان اختبار ولاء سعادتك. هو اختبار الولاء ينفع في موضوع بالخطوره دي يا سليمان؟ ما هو علشان كده سعادتك لو نجح يبقى خلصنا من باسم بيه، ولو فشل نقول ما نعرفوش وما يبقالوش عندنا دية. طيب بالمره بقى يبقى اديله 20,000 جنيه اللي كنت هديهم لك لو كنت انت عملت الموضوع ده بنفسك. ايوه سالم بيه، بس كده ممكن يطمع فينا. هو انت لو كنت خدت ال 20,000 كنت هتطمع فيا؟ انا لحم اكتفي من خيرك يا باشا، وولائي ليك مش محل اختبار. ما حدش بيتكلم على الولاء دلوقتي. انت فاهمني كويس. شكك في سيد مش دافع انك تعرضنا كلنا للخطر. كل ده عشان تثبت لي انك انت كنت صح لما شككتني فيه. استناني هنا. اتفضل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك يا سالم بيه. شفت صاحبك عمل فيا ايه؟ حد بيحب حد يموته برضه؟ معذور. اكيد مخه ما كانش معاه لما عرف انك انت رفضتيه ومش عايز تتجوزيه. مش بيقولوا من الحب ما قتل؟ بيقولوا كده، وانا شخصيا كده. لو اللي بحبه هيروح من ايديا هموت نفسي عشان احافظ عليه ويبقى بين ايديا، مش هموته هو. غباوة بقى. تقولي ايه؟ عارف كان نفسي في ايه؟ كان نفسي اشوف عينيك اول ما بلغوك الخبر وعرفت اني اتضربت بالرصاص. تلاقيك كان همك صاحبك وخلاص. بالعكس، ده انا اتخضيت عليكي جدا. وبعد ما اطمنت عليكي ابتديت افكر احاسبه ازاي. ازاي؟ ازاي يعني ايه؟ يعني هتحاسبه ازاي؟ لا، حساب حسونة ده ما يتقالش، ده يتعمل. طيب، وحساب مها؟ هي مها كمان ليها حساب؟ طبعا مها ليها حساب، وحسابها تقيل قوي كمان. ياه، يعني ليها حساب وحساب تقيل؟ الحكايه دي بقى عايزه قاعده، وانا لسه جاي من السفر وعندي حاجات كتير قوي اعملها. بس اول حاجه عملتها جيت اطمن عليكي. وانت كده اطمنت عليا؟ طبعا الحمد لله، ده انت زي القمر اهو. عينيك اللي زي القمر. بس مش هينفع تطمن عليا الا في بيتي. حاضر، انت بس تقومي كده بالسلامه وانا حاجه اطمن عليكي في بيتك. مستنياك. هتوحشني لغايه ما تيجي تطمن عليا. سالم، خلي بالك من نفسك. هو ايه حكايته بالظبط؟ هو يعمل عملته ويهرب؟ ايه اللي خلاكوا تسافروا مصر قبل ما ارجع بس يا ابو العز؟ بلا شغل بلا زفت. انت فاهم يعني انكم لما تسافروا مصر يبقى اسمكم بعدتوا؟ واقعد انا هنا بقى اعدادي واطبطب على الناس واقلل من قيمتي. عموما انا جاي لكم مصر بنفسي. خلاص، شوف بقى مع حسونه هنتقابل في المعرض ولا هنتقابل عندك في البيت. يلا سلام. باسم، باسم انت هنا؟ باسم، باسم، راح فين ده؟
باسم. ما تيجي تمرني معانا؟ لا ما ينفعش، انا بشتغل هنا. طب انا كمان بشتغل هنا. keep on going. هاي سالي. سماح. عامله ايه؟ الحمد لله. تمام؟ الحمد لله. انا اول مره اشوفك، ما شفتكيش قبل كده. وانا كمان. انا متعينه هنا بقالي يومين بس. انت منين؟ انا مش معلقه. ايه ده احنا طلعنا بحراويه زي بعض. انا من اسكندريه، من منطقه اسمها كليوباترا، سمعتي عنها قبل كده؟ الحقيقه ما رحتش اسكندريه قبل كده. ايه ده انت بتهزري؟ ده انت فاتك نص عمرك. بس عموما ما تقلقيش، انا مصوراها حته حته، واكيد احنا الاثنين في غربه، يعني هيبقى عندنا وقت كتير قوي نقعد مع بعض ونرغي براحتنا. انت اوضه رقم كام؟ ولا مش عايزانا نبقى اصحاب؟ لا ابدا. 108. 108؟ ايه ده انت كمان قريبه مني، انا 117. طب اسمعي، احنا لازم نشرب شاي مع بعض النهارده، ايه رايك؟ ان شاء الله اكيد، بعد اذنك. هستناكي. ها؟ اوكي. ايه اللي انت حببته ده؟ خير يا فندم. ازاي تتخطاني وتروح تبلغ سالم بيه باللي انت عملته في باسم؟ انا ما كانش قصدي والله. سيادتك قلت لي ان دي اوامر سالم بيه، ولما سالني وانا عنده في الفيلا ايه الاخبار افتكرته بيسالني على موضوع باسم فطمنته. ادي الحكايه. طمنته ولا حبيت تاخد بنت على حسابي عنده؟ يا فندم هو حضرتك على طول ظالمني كده؟ طب والله قلتها له بحسن نيه. حسن نيه؟ ماشي. عموما دي اخر مره تتصرف فيها من دماغك. خد. ايه ده يا فندم؟ دي مكافأة عملها لك سالم بيه بعد الدور اللي أنا شرحته اللي أنت قمت بيه في عملية باسم. ربنا يخليك لينا يا باشا، بس ده كتير قوي يا فندم. ولو فتحت مخك معايا هتشوف أكتر من كده بكتير. ربنا ما يحرمني من حنيتك يا باشا. استأذنك بس يا فندم. اتفضل. ألو. أيوة هانم. تليفونه مقفول من الصبح ومش عارفه اوصله. جايز نايم سيادتك. انا رحت الفيلا بنفسي وناديت عليه ومحدش رد. يمكن نومه تقيل. ولا زود في الشرب، أنا بسأل. شرب ايه؟ هو ساعتك ما تعرفيش؟ ما تنطق يا سيد، في ايه؟ اصل من يومين يا فندم شفت راجل لبش كده جايب لباسم بيه حشيش. انا في الاول سعادتك ما كنتش اعرف انه حشيش. لقيت الراجل بيطلع حاجه من جيبه زي الشوكولاته. استغربت اكتر لما لقيت بيولع فيها بالولاعه بتاعته. بعدين راح فاتح السيجاره وحاطط جواها الشوكولاته. قلت جايز باسم بيه بيحب يشرب سجاير بالشوكولاته. ابن ناس بقى. حاكم زمان كان في سجاير بالنعناع اسمها بورسعيد، شبهاش بقى بتجيب معايا على سيادتك. خلاص يا سيد كفايه. انا لازم احكي كل حاجه سيادتك، دي امانه. الراجل اللي لبش ده بقى لقيته بيدي سجاره لباسم بيه وبيقول له مساء الخير، رغم ان احنا كنا الصبح كلام مش مسلم بعضه خالص. ولقيت باسم بيه خد نفس وراح مطلع دخان من صدره، انا شخصيا ما اعرفش جابه منين. دخت سالت عرفت انه حشيش يا فندم. خلاص يا سيد روح انت. تحب تعرفي شربوا كام سيجاره بالظبط ولا؟ سيد خلاص. عن اذنك يا فندم. سيد لو كلمك او شفته بلغني على طول. التاجر؟ باسم بيه. حاضر، عن اذنك يا فندم. رقم المطلوب مغلق أو غير. رقم المطلوب مغلق. رقم المطلوب مغلق أو غير متاح. انت فين؟ مساء الخير. مساء النور. ماهر رضوان، مباحث. خير. خير. حضرتك بسنت هانم صاحبة الفيلا؟ ايوه انا. كويس كويس. انا كنت هبعت اجيبك من شويه. تبعت تجيبني؟ عشان نفتش الفيلا. ده امر تفتيش الفيلا. اتفضلي. ايوه ممكن اعرف ليه؟ ممكن جدا، هنفتش بس وهقول لحضرتك كل حاجه. ايوه انا بسالك انتوا بتفتشوا الفيلا ليه؟ حضرتك مستعجله ليه؟ قلت لك هنفتش ونقول لحضرتك كل حاجه. ثواني. مفيش حاجه سعادتك. مفيش حاجه يا فندم. هو ايه اللي مفيش حاجه؟ هو سيادتك كنت متخيل هتلاقي ايه؟ هو انت كنت جاي تدوري على باسم بيه مش كده؟ ايوه حضرتك عرفت منين؟ اصله عندنا في الاسم.
مساء الخير. اكلت؟ وانا شفت حد من ساعه ما دخلت المكان ده. معقوله؟ محدش جاب لك اكل لحد دلوقتي؟ تشرب حاجه؟ انا عايز اعرف هو في ايه بالظبط. لا، السؤال ده انت اللي تجاوب عنه بنفسك. وعمتها هتعرف دلوقتي انه في يوم وفي ساعه وبسؤال المتهم باسم غانم الجرحي عن كيفيه محاوله صفره باسبور مزور اجاب. اكيد انا ما كنتش اعرف ان الباسبور ده مزور. لو اعرف ان هو مزور اكيد ما كنت سافرت بيه. كل الحكايه ان كان عندي شغل ضروري ولازم اسافر. وعن كيفيه حصوله على الباسبور اجاب. انا كان بقالي كتير ما نزلتش مصر فباسبوري كان انتهى، فكلمت عمي سالم انه يعمل لي باسبور جديد، فبعت لي الباسبور ده. وبسؤاله هل تتهم سالم الجرحي بشكل مباشر في تزوير الباسبور الذي تم ضبطه معك بالمطار اجاب. ما عنديش اجابه عن السؤال دوت، ممكن تساله. وبسؤاله ولماذا يلجأ سالم الجرحي في إحضار باسبور مزور بدلاً من إحضار آخر سليم بعلاقته ومكانته المتميزة في المجتمع أجاب. برضه هو ممكن يجاوب، وبالمره اساله كان ليه عايز يقتلني ولما فشل بعت لي الباسبور المزور ده. طب وسالم ده يحاول يقتلك ليه؟ هو مش أنت ابن أخوه؟ طب في أي عداوة بينكم؟ من ناحيتي انا ما عنديش اي مشاعر عدائيه تجاهه. الله اعلم هو بيعمل معايا كده ليه. انا مش فاهمه حاجه. طب ليه اول ما مسكوك في المطار ما كلمتنيش على طول؟ وانا لحقت اعمل حاجه؟ قبضوا عليا لما خلص اجراءات السفر، خدوا مني موبايلات وكل حاجه وجابوني على هنا. عموما انا هشوف لك محامي كويس. لا استني على دور المحامي ده شويه. ازاي يعني هسيبك كده؟ بعدين افهمك كل حاجه وافهمك اشمعنى انت بالذات ما ينفعش تقومي له محامي. يعني ايه عندك امر بالقبض عليا؟ ممكن اعرف السبب؟ سعادتك متهم بتهمتين: محاولة قتل باسم غانم الجرحي وإمداده بباسبور مزور للسفر خارج مصر. ايه الكلام الفارغ ده؟ سالم بيه من فضلك تعال معانا بهدوء، ولما نوصل القسم هنفتح محضر قول فيه كل اللي انت عايزه. اسمح لي اكلم المحامي بتاعي؟ اتفضل. ابو اليزيد، عايزك تجي لي فورا. مفيش وقت اشرح لك دلوقتي. حاول تاخد طياره بالليل وتيجي على طول. مع السلامه. يا فندم اكيد في حاجه غلط. باسم زي بسنت عن سالم بيه واكتر كمان. يا ريهام خلاص خلصنا. دي بلاغات كيديه وانا متاكد الموضوع هينتهي بسرعه. سالم بيه اتفضل معانا لو سمحت. اسمح لي لحظه. السكري قافل تليفونه، خليكي وراه لغايه لما يفتحه واشرحي له الموقف. سالم بيه من فضلك اتفضل معانا، ما تضيعش وقت اكتر من كده. اتفضل. خير يا هانم؟ انت كنت عارف ان باسم اتقبض عليه لما سالتك؟ ايه؟ باسم بيه؟ قبضوا عليه ليه؟ انا اللي بسالك. ويقبضوا عليه ليه بس يا هانم؟ انا امبارح بعد ما حضرتك قلقتيني عليه قلبت عليه الغردقه، ما اعترتش فيه، بس الصراحه يعني ما جاش في بالي ادور عليه في الاسم. انت اخر مره شفته كان امتى؟ امبارح بالليل. وما قالكش انه مسافر؟ لا خالص. مسافر؟ انا ساعه ما شفته امبارح وشه ما كانش عاجبني كده، عمال يضرب الوان اصفر واحمر واخضر، حتى انا استغربت انه استلف مني فلوس، ده حتى خد ساعتي وعليها $200. غريبه قوي، وهو لما يحتاج فلوس الاولى يطلب مني انا. انا عارف بقى، تلاقيه كسف يا فندم، حاكم برضه يعني الحاجات دي الراجل بيبقى عنده حاجه فيها، تلاقيه قال لك استلف من راجل احسن ما زلي نفس الواحده ست معروفه. الحقيني يا بسنت، شفتي المصيبه اللي احنا فيها؟ انت عرفتي؟ عرفت ازاي يعني؟ ما هم قبضوا عليه قدامي. قبضوا عليه قدامك ازاي يعني؟ جم هنا الفيلا وقبضوا عليه. ايه؟ وهو باسم جه هنا الفيلا امتى؟ باسم انت كمان، انا بكلمك على باباكي. بابا؟ لا اله الا الله، دي فره مسكت في الفيلا يا ناس. يا سالم بيه مش معقول كده. حضرتك اللي تعب نفسك. قلت لك مش هتكلم الا في وجود المحامي بتاعي. ما هو احنا برضه مش هنفضل تحت امره. احنا بقالنا اكتر من ساعتين بندور في نفس الدايره وبدون اي نتيجه. حضرتك استخدمت حقك القانوني وجبتني لغايه هنا. انا كمان هستخدم حقي القانوني، مش هتكلم الا في وجود المحامي بتاعي. خلاص انا بقى هبتدي المحضر وابقى امتنع انت عن الاجابه، وبرضه هسجل ده في المحضر. هذا هو بسؤال السيد سالم الجرحي عن ما وجهه له المتهم باسم غانم الجرحي ابن شقيقه من اتهامات بمحاولة قتله وتقديم باسبور مزور له بغرض السفر. أجاب. ادخل. واحد عايز يخش حضرتك يا باشا والكارت بتاعه.
المحامي بتاعك وصل. أبو اليزيد بركات المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة حاضر بالوكالة عن موكلي سالم بيه الجرحي. خير يا سالم بيه؟ شوف يا سيدي اللي بيحصل لي على اخر الزمن. من فضلكم سالم بيه، هوجه لحضرتك سؤالي مرة تانية. باسم غانم الجرحي بيوجه لحضرتك اتهامات أولاً بمحاولة قتله، ثانياً بتسليمه باسبور مزور لمحاولة السفر بره. بلاغات كيدية سيادتك، واضحة وضوح الشمس. ثم إيه مصلحة موكلي في قتل ابن أخوه اللي هو في مقام ابنه؟ أنا اللي بسأل السؤال ده يا أستاذ أبو اليزيد. بركات ومجلس الدولة. طبعاً سيادتك سيد اللي عارفين إن أي جريمة كبيرة زي القتل بتحتاج لدوافع كبيرة. مثلاً اختلاف على مصالح في الشغل، أو اختلاف على مبالغ مالية كبيرة ضخمة يعني تتفق ومكانة موكلي في المجتمع، أو اختلاف عائلي على ميراث كبير. وإحنا ولله الحمد مفيش أي دافع من دول ينطبق على حالتنا، إلا بقى إذا كان عند سيادتك دليل أو أكتر، مش مجرد السماع لأقوال مرسلة من متهم عند سيادتك في الحجز. أما بالنسبة لموضوع الباسبور فمش معقول يعني موكلي يعمل باسبور مزور وفي إمكانه يعمل باسبور سليم وبدون إجراءات وبسرعة نتيجة لمعارفه الكتير كما تعلم سيادتك. وهو المتهم اللي قضى طول عمره في كندا هيعرف طريق الناس اللي بتزور باسبورات منين يا متر؟ ما هو سيادتك تعلم كما أعلم إن الانفلات الأمن اللي حصل في البلد خلى أولاد الحرام أكتر من ولاد الحلال في البلد. وما تنساش إن اقتحام السجون هرب أكتر من 25,000 سجين بين متهم بجرائم جنائية ومسجل خطر. والله يكون في عونكم. ده مين ابن الحرام اللي ساعد باسم بيه في جواز السفر المزيف ده؟ ثانية واحدة. ألو جمال بيه، مساء الخير. أنا ريهام حرم سالم الجرحي. أنا آسفة لو بكلمك في وقت غير مناسب، بس سالم كان قال لي على موضوع حابة أبلغه لحضرتك. بقول لك ايه، انا لا فيا حيل اجري وراكي ولا عايز اسمع النهارده كلمه لا من قلبك المربوط. عشان كده بقى تهدي وتيجي بالراحه. يا حسونه بيه مش هينفع كده. ايه يا عم جو ستار اكاديمي ده؟ اهلا ابو العز. طيب روح انت دلوقتي وانا هبقى اشوف الموضوع ده بعدين. اوكي. تعال. ايه يا عم؟ انت هنا عمال تلعب المساكه وسلم الجرح اتقبض عليه هناك في الغردقه. يا نهار اسود. حصل امتى وازاي؟ لسه سليمان مكلمني من دقيقه وابو اليزيد راح له على هناك. وخدوه في ايه؟ اوعى يكونوا عرفوا موضوع الفلوس اللي بيخرجها لنا بره. الله يخرب بيتك، فلا الله ولا فلك يا اخي، كان زمان مباحث الاموال العامه قبضت علينا. ما يمكن لسه ما اعترفش علينا. يا عم انت هتسيب اعصابنا ليه؟ نهار اسود. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ انا بفكر اهو. بقول لك ايه؟ انا هكلم سليمان او ابو اليزيد وافهم منهم التيتا. على الاقل نفهم حاجه بدل ما احنا قاعدين مش فاهمين. رقم المطلوب مغلق أو سليمان تليفونه مقفول. خلاص شوف ابو اليزيد. رقم المطلوب وابو اليزيد كمان تليفونه مقفول. هعمل ايه بس دلوقتي يا ربي؟ وهكلم مين؟ كلم السكرتيره دي تجيب صاحبتها ناقص شويه قبل ما يتقبض علينا. يعني انت بتنفي كل التهم الموجهه من باسم غانم الجرحي للمتهم سالم الجرحي. مش كده وبس سعادتك، أنا بقدم اعتراض رسمي لوصف موكلي بالمتهم، وما أظنش يعني إنه من العدل تقبض على شرفاء البلد في التوقيت ده بالذات علشان خاطر بلاغات كيدية أو علشان خاطر متهم عايزين في التهم عن نفسه وخلاص. الو. ايوه مين؟ ايوه يا باشا. ايوه يا فندم. نعم. ايوه يا باشا بس اصل سعادتك يعني. تحت امر سعادتك يا فندم. حاضر. حاضر يا باشا. اتفضل سعادتك اتفضل. احنا هنقفل المحضر على كده يا سالم بيه. تحب تمضي على المحضر ولا مش عايز سعادتك؟ اقول لك؟ شفت الظابط وشه جاب 100 لون ازاي بعد التليفون اللي جاله؟ أكيد جمال بيه السكري اتصرف. خير يا سالم بيه. خير طبعا. اتفضل يا سالم بيه. بلاغ كيدي واتحفظ خلاص. الحكايه كلها لعب عيال في عيال، امال ايه هي فوضى؟
شكلك هتلبسها. عمك انكر كل التهم اللي انت اتهمته بيها، وانت طبعا ما عندكش ولا دليل واحد، فاضطريت ان انا امشيه. عندك اي حاجه تانية عايز تقولها قبل ما احولك على النيابه؟ عندي. السيد ابو الليف. ماله ده؟ هو اللي جاب لي الباسبور المزور، وهو اللي قال لي على موضوع محاوله قتل عمي. استنى. ايه؟ مش يمكن موضوع الفلوس ده بجد؟ عشان كده سالم نازل لنا مخصوص. قصدك يعني عشان يفطمنا نعمل ايه؟ اه. كان ممكن يقول لنا في التليفون انا اصحى. وممكن يكون شاكك ان تليفوناتنا متراقبه، عشان كده نازل لنا بنفسه. عموما انا اول ما سمعت الخبر امنت نفسي ونقلت البضاعه والفلوس كلها في مخزن تاني. طول عمرك واطي ومتمسك بالوطيانه. طب مش تديني خبر عشان اعمل حساب انا كمان؟ ولا هي كده واحد يسرق ريمه والتاني يلبس الجريمه؟ استاذ موسى، عندي سبق صحفي ليك ما حصلش. سالم الجرحي اتقبض عليه وبيحققوا معاه دلوقتي. انا هشوف حد من الاسم يتابعني بالاخبار اول باول، واكيد هتابع مع حضرتك. هايل. وانا هنزل الخبر دلوقتي على الموقع وهكتب ان احنا هنتابع مع القراء تفاصيله. خلي بالك من نفسك. ما تقلقش عليا يا استاذ، انا مأمنه نفسي كويس. مع السلامه. يا مراد، عايزه تنزلي المانشيت ده بسرعه. القبض على رجل الاعمال المعروف سالم الجرحي والتحقيق معه في اسم شرطه الغردقه. ما تحرمش منك يا جمال بيه. لا خلاص، انا بكلم معاليك من العربيه دلوقتي. بس الولد الظابط ده شادد حيله علينا من ساعه ما جه الغردقه. متهيألي ان هو محتاج قرصه ودن عشان يخف عني شويه. اوكي. طب الحمد لله. الحمد لله على السلامة. باي باي. المشكلة اتحلت الحمد لله وبابا خرج. طيب الحمد لله. كفاره قصدي دي اقل حاجه يعملوها. الله، هي ولاد الناس لعبه ولا ايه؟ سامع بعد اذنكم. الو. يا باشا. نعم؟ سعادتك عايزني في الاسم؟ حالا يا فندم، حاضر هكون عند سعادتك. الظاهر يا جماعه ان احنا خدنا عين، دي ولا لعنه الفراعنه يا جدعان، ايه اللي بيحصل في البيت ده؟ بقالك ساعه بتقدم فلوس يا سمعه، الحاره كلها شافتها. جرايه يا سامة، مش بتاكد. امسك شبكتك ومهرك. كام دول؟ هما ايه دول؟ دول الفلوس 10000 جنيه زي ما قال سيد في التليفون بالظبط، ومعايا زيهم. هطلع بيهم على المحامي اللي هو ماسك قضيه ابوك ده عشان يمشي في اجراءات موضوع الافراج الجمركي. جمركي ايه يا سمعه؟ بتاع ابوه. بتاع ابويا ايه بس يا سمعه؟ الافراج الصحي. طب بقول لك يا سمعه، لا مؤاخذه في السؤال يعني، ايه حكايه الساعه دي جت منين؟ ساعه ايه دي؟ اللي اديتها لك يا سمعه. الساعة أيوة مالناش فيها يا صاحبي، أنا ماليش فيه، أنا نفذ الأوامر أسأل لأ، وعلى رأي المثل اللي يتدخل في اللي ما يخصهوش يسمع اللي ما يلزمهوش. يلزمك حاجة تاني؟ لا يا عم توكل على الله. أنا اللي أتوكل على الله؟ لا أنت قوم توكل على الله من على الكبوت عشان البطارية. كبوت مرشيدس يا سمعه. مرشيدس. يلا يا عم الله يبارك لك في ال10 برايز. وربنا لا يقول لي سيد يا عم. يلا يا عم أنت وسيد. هذا وقد مثل أمامنا سيد أبو الليف حسنين لمواجهته بالمتهم الأول باسم غانم الجرحي وسؤاله عن علاقته بالباسبور المزور الذي أحضره سيد للمتهم الأول. يا سيد، إيه رأيك في الكلام ده؟ أنا؟ أيوه أنت يا سيد. باسم بيقول إن أنت اللي جبت له الباسبور المزور. أنا؟ ايوه انت مش خدت مني 20000 جنيه عشان تجيب لي الباسبور المزور ده؟ انا؟ وجيت لي البيت وركبت لي دقن وصورتني وبعت الصوره لصاحبك اللي بيزور الباسبورات وحط عليها فيزة كندا كمان؟ انا بأمارة ما قلت لي ان عم سالم قال لسليمان يقتلني وسالتني وانت مزعل عمك في حاجه؟ امال مين اللي قال لي على موضوع محاوله القتل دوت وان الراجل اللي زور الباسبورات ده من طرف عمي؟ انا؟ قرايه يا سيد، هو انت ما عندكش غير كلمه انا يا اخي؟ ما ترد على سيره المتهم. حسبي الله ونعم الوكيل يا باشا. يا باشا الكلام مفسر بعضه عكس نفسه اساسا. بقى سالم بيه الراجل الطيب الكمل اللي اتحط على الجرح يطيب هيبقى عايز يقتله وكمان عايز يجيب له باسبور مزيف.
طب هيعرف مزورين منين؟ يا باشا ده ظلم، انا مش هقدر اسكت عليه اكتر من كده. يا ده ما حصلش يا سيد. كله افترى سعادتك يا باشا. احنا لو سكتنا على الراجل ده اكتر من كده هيقول اني كنت بجيب له حشيش عشان يشربه. كده معاك 10000 جنيه. شوف عايز ننزل نجيب الشبكه امتى؟ ايش يا أس والخير ده كله منين؟ وانت ليك اكل ولا بحلقه؟ انا كمان يا اسامه عايزه اعرف جبتي الفلوس دي كلها منين؟ جرايه ورده، يعني هكون جبتها منين؟ ده سيد لما عرف الزنقه اللي انا فيها بعتهم لي في السوبر جيت. سيد بعت لك 10000 جنيه مره واحده وبالسرعه دي؟ ليه؟ بيشتغل في السعوديه ولا في اوروبا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني الفلوس جات لك اللي انت كنت طالباها، عايزه تعجزيني باي حاجه وخلاص؟ انت ليه يا أس فاكر ان انا ضدك؟ ده انا عايزه اطمن على اختي، عايزه اعرف ان الفلوس دي جايه من شغلانه شريفه، مش شغلانه لا مؤاخذه تودي في داهيه، وبدل ما البت تفرح بيك تيجي جنبي تعيط ونقعد احنا الاتنين نعدد ونستناك انت وابوك لما تطلعوا من اللومان. ده على اساس ان انت استنيت ابويا اصلا. استنى ما تفتحش، ايه مش صاربه على ايه؟ يلا افتح. يا أس مية مسا على الناس الكويسة. اهلا اهلا بالدكش، اهلا. شوية كباب وكبدة مشوية استخسرت اكلهم لوحدي. قلت اللقمة مش هتبقى هنية إلا لما نضربهم سوا. يصح بدنك. قومي يلا يا وردة هاتي اطباق ونادي طارق عشان ياكل معانا. يا طارق تعالى عمك الدكش جاب كباب سخن. اهلا اهلا. برافو عليك يا سيد. ولو اني زعلان منه ما ادانيش فرصه افتح بقي واساعده. خلص نفسه بنفسه زي الجن. عموما انا كلمت السكري عشان يخلصنا من الظابط اللي شايف نفسه ده، هخليه ينقله من الغردقه كلها. غلط يا باشا، بالعكس بعد اللي حصل امبارح نفسه اتكسرت وبقى وجوده زي عدمه، وعرف هو بيلعب مع مين واخره ايه. طب وبعدين لو عمل لنا فيها ابو العريف مره تانية؟ يبقى هو اللي جابه لنفسه واحنا نبقى خلصنا ضميرنا قدام ربنا. ونعم بالله. سبحان الله على سعادتك يا فندم، مصيبة متحركة. أكيد سعادتك ابن حلال مصفي عشان ربنا يكرمنا بالباشا ده. كله تمام يا معلمة. رصيت كل حاجة وستفتها زي ما قال الكتاب. دلوقتي بقى بقينا نضاف ظراف خفاف. هاتي له خشاف. من عناية يا سيد الرجال. ده مين قليل الذوق اللي هيرن في وقت زي ده؟ ده أكيد البوليس يا معلم. الله يخرب بيت نحس امك، سك على الخشاف. الله ده سليمان. سولي. يا حبيبي. الله بجد. ربنا يطمنك، مع الف سلامه. خير يا معلم. اما انت كريم يا رب. سالم روحوه والحكايه كلها طلعت في الشنك. طب الحمد لله، الف بركه. الحمد لله يا معلم، الف مبروك. نرجع بقى كل حاجه مكانها ولا نعمل ايه؟ يا عم مستعجل على ايه؟ سيب الحاجه اللي تستهوى، واحنا مش ناقصين عكوسات. هاتيله الخشاف. مساء الخير. مساء النور يا فندم. بلغ سالم بيه اني عايزه اشوفه لو سمحت. مستني ايه؟ روح بلغ البيه. تحت امرك يا فندم. خليها تتفضل. اتفضلي يا هاني. الف الف حمد لله على السلامه. كده تخضني عليك.